السلام عليكم. يعني ايه ينعق بما لا يسمع؟ يعني ايه ينعق دي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نسمع الآية الأول. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني ايه بقى الكلام ده؟ عشان نفهم الآية دي تعالى سريعا اشرح لك مثال الأول. عارف راعي الأغنام لما بيكون بيرعى وعاوز ينادي الأغنام عشان الأكل أو الشرب أو البيات بيعمل ايه؟ بيقول لهم يلا ولاد يلا 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 كله يجمع هنا عشان ميعاد الأكل والشرب جه؟ أكيد ما بيعملش كده. كل اللي بيعمله إنه بيصيح فيهم، بيصوت لهم بأي صوت يسمعوه فبيتبعوه. هل فهموا هو قال ايه؟ أكيد لأ، هو مجرد صوت أصدره الراعي وهم مشوا وراه. هنا الراعي بيعمل ايه؟ او اللي الراعي عمله ده اسمه ايه؟ اسمه بينعق. ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، يعني بيصوت او بينادي او بيصيح بما لا يسمع الا صوت بس، يعني بينادي الكائنات مش سامعه غير صوت بس مش فاهمه هو بيقول ايه. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا نفس المثال ده على الكفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعوهم، هم سامعين كلامه بس سامعينه صوت، مش فاهمين هو بيقول ايه. بيتعاملوا مع صوت النبي صلى الله عليه وسلم نفس معاملة الأغنام أو نفس معاملة الأنعام مع صوت الراعي. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم عن سماع الحق، بكم عن قوله، عمي عن رؤيته، فهم لا يعقلون. وبس كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فاعمل شير عشان تبلغ غيرك آية بمعناها، واشترك في القناة واعمل متابعة للصفحة لو انت على الفيسبوك عشان الحلقات الجاية توصل لك. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.